يقول لي أحد الأعزاء من الأخوة اليمنيين: تكلمت في عدة شؤون عربية، بس ليش ما تطرقت للشأن اليمني؟ فقلت له في حلقي ما تمنيت أن يكون اليمن جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي، كان بيكون يمن أقوى وأحلى وأجمل. تمنيت أن تكون هناك جامعة باسم الحزم، ومستشفى باسم الحزم، ومركز أبحاث باسم الحزم. كان كيف بيكون حال اليمن وشكل اليمن وكيف العزم. ولكن احنا جميعا ساهمنا في تعاسة اليمن، هذا الجرح اللي ما يندمل. اخذل القريب والبعيد، تآمر عليه الأعداء والأصدقاء، كلنا شاركنا في قتل اليمن من الوريد إلى الوريد، سواء إيران أو إحنا الخليجيين، سواء أبنائها في الداخل أو الخارج المختلفين، أو قادتها المتفرقين والمفسدين. وإذا كانت هناك شعوب ذاقت الأمرين، فالشعب اليمني العزيز يعاني كل مرارات الحياة، من قتل وتجويع وتشريد ودمار ونهب وجهل، والقائمة لن تنتهي وين ما وجد قاموس البؤس. حاضر اليمن للأسف ملوث بالخيانة والتخاذل والتواطؤ. حاضر اليمن مجهول الهوية، ما تعرف العدو من الصديق. ولكن إيماني أكيد بأن اليمن هذه البلاد العصية على الغزاة راح تعود يوم بياسمينها وبخورها وقهوتها وجبالها وبيوتها، ويعود اليمن أسعد من السعيد، وترجع حكمة بلقيس وبلد أروى أول ملكة في الإسلام، والعظيمة سبأ والصحابة الخيرين. لأن اليمن باختصار هو أصل قحطان ونسل عدنان وحس إنسان وروح فنان. ولأن الإيمان يمان فما له مكان إلا في القلب والعين والوجدان.